ملعب الأمير مولاي الحسن يتزين بألوان الوطن استعداداً لكأس إفريقيا 2025. في قلب العاصمة الرباط يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن تحولات جمالية ومعمارية لافتة استعداداً لاحتضان مباريات كأس إفريقيا 2025. بعد أن تم هدم النسخة القديمة سنة 2024، انطلقت أشغال بناء ملعب جديد بسعة تصل إلى 22 ألف مقعد مغطى ليصبح منشأة رياضية حديثة ومتكاملة. عدسة قناة تايم ستيد رصدت مؤخرا تقدم الأشغال، حيث بدأت عملية تركيب الكراسي بألوان العلم المغربي الأحمر والأخضر في مشهد يعكس روح الوطنية ويضفي طابعا بصريا مميزا على المدرجات. التصميم الجديد للملعب يدمج بين الهندسة المغربية التقليدية والتقنيات المعمارية المعاصرة باستخدام مواد محلية، ويضم مرافق تجارية ورياضية متعددة، مما يجعله مركزاً حضرياً نابضاً بالحياة. من المرتقب أن يحتضن الملعب مباريات ضمن المجموعة الخامسة، أبرزها مواجهة الجزائر ضد السودان، بالإضافة إلى مباريات أخرى في دور المجموعات والدور الثمن النهائي. بهذا التطور يرسخ ملعب الأمير مولاي الحسن مكانته كأحد رموز البنية التحتية الرياضية الجديدة في المغرب، ويعكس التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من كأس إفريقيا.